السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ يا راجل وحشتني القعده على المكتب كده. لازم المكتب يبقى مكركب، بس لازم تشوفه مش مكركب، فبحاول اخلي اي حاجه موجوده هنا تبقى بره الكادر. الفيديو ده انا متحمس له جدا علشان هو هيجمع شويه حاجات هيخلينا اتكلم عن حاجات جديده ما اتكلمتش عنها قبل كده، زي انا مين مثلا، او انا ايه اللي خلاني افتح الشانل دي اساسا، ايه قصه الموضوع كله، هو يعني ايه كومفورت زون، ليه مسمينه اصلا كومفورت زون، انت جواه ولا براه، طب انت لو جوه تقدر تطلع بره ازاي، وليه اصلا تطلع بره، يعني ده كومفورت زون، يعني انا مرتاح كده ليه تطلعوني بره. كل ده هنتكلم وهنتناقش فيه، واوعدك ان هو هيكون مفيد جدا ليك. يا ريت بس لو اول مره تشوفني تنزل تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وتعمل لايك للفيديو عشان ده بيساعده اكتر ان هو ينتشر. ويلا بينا نبدا بقى. خلينا كده نشوف يعني ايه كومفورت زون بشكل عام الاول علشان ما تعتبرنيش بفتي. A situation where one feels safe or at ease. في definition تاني للكومفورت زون اهو: a settled method of working that requires little effort and yields only barely acceptable results. طب هو يعني ايه الاول ويعني ايه التاني؟ من الاخر بيقول لك ان الكومفورت زون ده هو situation او حاله انت بتبقى مرتاح فيها، حاسس ان الموضوع سهل وتحت السيطره، وفي الغالب هو بيبقى فعلا سهل وتحت السيطره ومش متعب بالنسبه لك، مش مرهق، ما فيهوش مخاطره بالنسبه لك. كومفورت زون انا متاكد في ناس مش فاهمه يعني ايه كومفورت زون اصلا، في ناس عندها فكره عن الكومفورت زون في حاجه معينه، وهو ده غالبا الكومفورت زون بتاعها او اللي هي فاكراه بتاعها. طب ليه بقول كده وليه بقول اللي هي فاكراه بتاعها؟ علشان ببساطه هو مش كومفورت زون، هو كومفورت زونز كتير قوي، علشان اي حاجه انت مش بتقدر تعملها او بتخاف تعملها او بتتكسف تعملها او بتقرر ان انت ما تعملهاش عشان انت مرتاح كده، فالحاجه دي بره الكومفورت زون. ففي كومفورت زون بالنسبه لك ان انت تتعرف على ناس جديده، في كومفورت زون ان انت تتكلم قدام ناس كتير، في كومفورت زون بتاعك ان انت تخش جوب انترفيو وتقعد قدام حد هيحكم عليك. فالكومفورت زونز كتير قوي، فانت لو فاكر ان الكومفورت زون ليه معنى محدد في دماغك وهو ده الكومفورت زون بالنسبه لك، فانت تقريبا غلطان، علشان انت حتى لو ده كومفورت زون بالنسبه لك فانت اكيد عندك كومفورت زونز تانية كتير. طب احنا كده اتناقشنا في المعنى العام بتاع الكومفورت زون، خليني بقى اقول لك ان انا من 7 سنين في اعدادي هندسه القاهره كنت ماشي كده في البريك، لقيت ناس كيوت لابسه ازرق ومش عارف ايه الناس دي ولا ايه لابسين ازرق، وطب يا جماعه احنا مفيش يونيفورم في الجامعه فانتوا بتعملوا ايه؟ فرحت اشوف مين دول، لقيتهم تبع ستودنت اكتيفيتي معين بيقدم كذا ورك شوب او كذا كورس، كذا ورشه يعني بيعلموا فيها حاجات، وكانت من ضمن الورش دي ورشه اسمها بابليك سبيكينج. بابليك سبيكينج طبعا زي ما انت عارف ان يعني ان انت ازاي تتكلم قدام ناس كتير، فشرحوا لي الموضوع، حبيته، تمام، قدمت، رحت الانترفيو، قعدت، كنت واثق في نفسي شويه، اتهزيت في سؤالين ثلاثه، وبعدين من ضمن الانترفيو ده بقى ان اللي بتعمل لك الانترفيو بتقول لك اعمل لي برزنتيشن بقى، اتكلم عن حاجه معينه لمده مثلا دقيقتين. فلما عملت البرزنتيشن هي اتاكدت ان انا فعلا محتاج الورك شوب دي، عشان ما كنتش بعرف اتكلم، ما كنتش واثق في نفسي، ما كنتش ببص لها، كنت مهزوز، بتوتر، تراش. فاتقبلت ساعتها في الورك شوب دي علشان انا فعلا كنت محتاجها. بس الموضوع ده بالذات كان بره الكومفورت زون بتاعي تماما. انا بفتكر كتير قوي ان انا شفت قبل كده من زمان ناس كتير بتتكلم قدام بقى ناس كتير في محاضره، في كورس، في ايا كان، ببقى مرتاح وانا قاعد مكاني، فعلا ببقى مرتاح مش متوتر، حاسس ان انا تمام، بس ببقى نفسي ابقى مكانه، مش عارف ليه. دي حاجه انا حسيت ان هي بتبسطني، حسيت ان انا هتبسط لو عملت كده، ممكن تكون مش بتبسطك، بس ده مثلا حاجه من ضمن الكومفورت زونز بتاعتي، ان انا قاعد على الكرسي بتاعي بتفرج على حد بيتكلم قدام ناس كتير قوي، وواثق في نفسه وقادر يعبر عن نفسه وقادر يخلي الناس تسمعه. وفعلا لما دخلت الورك شوب دي وابتديت اتعلم اتكلم قدام الناس، فعلا انا حسيت بقى ان انا بخرج بره الكومفورت زون. خلي بالك ان انا لما بقول ان انا بخرج بره الكومفورت زون الموضوع مش مريح خالص، انا مش بقول لك اللي هو انا خرجت بره الكومفورت زون، لا، الموضوع صعب جدا، علشان حرفيا انت بتخرج بره المكان اللي بيريحك، بره العادات اللي بتريحك، انت بترتاح في حاله معينه بتبطلها. بس لما عملت كده واتعلمت بقى البابليك سبيكينج او اتعلمت ازاي اتكلم قدام ناس كتير، وسعت الكومفورت زون بتاعي شويه. بقى الكومفورت زون بتاعي او مكان الراحه بتاعي ده بيشمل ان انا اتكلم قدام ناس كتير، ما بقتش حاجه بتخوفني، ما بقتش حاجه بتضايقني. كانت بتخوفني وبتضايقني في الاول، بتوترني، بتحسسني ان انا مش واثق في نفسي، بتعمل بلاوي زرقاء كتير عشان انا بره الكومفورت زون. لما الكومفورت زون بقى في الحته دي بقت مهاره عندي، وده كان السبب الرئيسي اللي خلاني اعمل الشانل دي اساسا، علشان انا بقى بقيت مقتنع جدا بالبرزنتيشن سكيلز او بالبابليك سبيكينج سكيلز اللي لازم تبقى عندك واهميتها، علشان هي فعلا فرقت في حياتي كتير جدا. فبقيت حاسس ان انا عايز اوصل ده لكل الناس او لاكبر عدد من الناس على قد ما اقدر، وبقيت حاسس ان انا حابب ان انا بعمل كده اصلا. فعملت الشانل دي وفعلا بداتها عن البابليك سبيكينج وعن البرزنتيشن سكيلز. تقدر تشوف اول فيديو انا عملته، طبعا انا مش بقول لك كده دعايه للفيديو، هو طبعا كان يعني لو كواليتي جدا، وكان كنت على قدي قوي، بس
انا مبسوط ان انا بدات، ومبسوط ان انا بدات بالحاجات دي. طيب احنا بنتكلم على الكومفورت زون دلوقتي، مش على البابليك سبيكينج، مع ان ده اللي احنا بنتكلم عنه على طول، البابليك سبيكينج وازاي انت تتكلم مع الناس وازاي تتعامل معاهم. بس اللي احنا قلناه دلوقتي ده يبين لك انت ليه اصلا محتاج تطلع بره الكومفورت زون بتاعك. ساعات الحاجات المحمسه الكتير اللي احنا بنشوفها على الانترنت ممكن تغلط تفكيرك شويه، بتحس ان الحاجات دي فعلا جميله وانت هتحس احساس حلو لما تعملها. غالبا لا، الكومفورت زون انت مش هتحس بحاجه حلوه لما تطلع براه، انت هتحس بحاجه حلوه يمكن بنتائجه، نتائج ان انت تطلع براه. طب انت ليه تعمل حاجه اصلا بتتعبك؟ ببساطه علشان مفيش حاجه حلوه هتوصل لها من غير ما هتتعب. وفعلا بقى على قد ما انت فعلا بتبقى مرتاح في الكومفورت زون بتاعك وبتبقى مرتاح بالحاجات اللي انت متعود تعملها دايما، على قد ما انت بتتبسط جدا لما الكومفورت زون بتاعك ده يبقى بيحتويها. هتفضل مرتاح دايما وانت قاعد على الكرسي، بس هتتبسط قوي لو طلعت واتكلمت قدام ناس كتير وسمعوك وبقيت قادر تعبر عن نفسك وتتسمع. خروجك بره الكومفورت زون بتاعك ايا كان هو ايه هيخليك كرييتيف اكتر. لو خرجت بره الكومفورت زون بتاعك مره برضو ايا كان هو ايه هتقدر تخرج مره واثنين وثلاثه، خلاص ما انت خرجت مره، الكونسبت نفسه او المفهوم نفسه بقى عندك. مين عارف لو طلعت بره خجلك مره ورحت كلمت حد انت عايز تكلمه ممكن يحصل ايه. خروجك بره الكومفورت زون كمان هيخليك حد اتراكتيف اكتر. الناس بتحب اللي بيجدد، بتحب الشجاع في الاكشنز بتاعته في حياته، بتحب اللي بيعمل حاجات غريبه عنه. انت لو ما خرجتش بره الكومفورت زون بتاعك انا اضمن لك حاجتين. اول حاجه فيهم ان انت هتفضل على طول مرتاح، مش متوتر، مش تحت ضغط. تاني حاجه فيهم ان انت غالبا هتندم، علشان الراحه لحظيه بس التطور بتاعك في حياتك عمره ما هيكون لحظي. كمان 5-6 سنين ممكن يكون خروجك بره الكومفورت زون ده دلوقتي هينقل لك حياتك نقله تانية خالص. بس لو ما خرجتش دلوقتي كمان 5-6 سنين انت عمرك ما هتقدر اللحظه اللي انت ارتحت فيها وقلت انا مش هخرج بره الكومفورت زون بتاعي، انا مبسوط كده. اكيد هتقدرها دلوقتي علشان انت باصص دلوقتي تحت رجليك، انا عايز ارتاح مش عايز وجع دماغ. بس كمان 5-6 سنين فعلا لما هتبص وراك مش هتقدر لحظه الراحه دي ابدا، هتقول ده انا يا ريتني اتعكيت واحرجت واتضربت وحصل فيا كل حاجه انا كنت خايف منها، بس ده كان هيوصل لي لحاجه معينه. يا ريت تنزل تقول لي في كومنت دلوقتي ايه اللي انت حاسه الكومفورت زون بتاعك وانت عايز تطلع براه، ولا حاسس ان انت مش محتاج ده اصلا. يا ريت فعلا تقول لي ده في كومنت عشان انا عندي فضول رهيب اعرف الكومفورت زون بتاع اي حد فعلا بيتفرج ممكن يكون ايه. انا بالنسبه لي كان كومفورت زون من الزونز بتاعتي ان انا ابقى ما بتكلمش قدام الناس، انا مبسوط كده، انا مش عايز اظهر قدام حد، انا خايف متوتر قلقان، مش عايز كل الناس تبص عليا كده وتركز معايا. بس لما خرجت منه اتبسطت جدا، فانا عايز اعرف الكومفورت زون بتاعك ايه بالظبط. شكرا جدا بقى ان انت اتفرجت لحد دلوقتي، ولو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش تعمل لايك وتنزل تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، سلام عليكم.